السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. جماعة أحس إني مشتاق لكم ومشتاق للكاميرا. شوفوا، ما راح أطول مقدمات واعتذارات وبقول لكم برجع، نخلي الفعل يثبت نفسه. هالمرة جايكم بمحتوى مختلف، فلنتوكل على الله الواحد الأحد ونقول بسم الله. قبل فترة سألت نفسي بجدية، ليش بعض الناس أنجح من غيرهم في إنهم يلاقوا موافقة وقبول من الناس؟ ففي بعض الناس حولنا مجرد ما إنه يسأل سؤال طبيعي خلاص ودك انك تقول له ايه. في المقابل في ناس مهما كان السؤال بسيط او الطلب حقه بسيط كذا تحس انه الباي ديفولت انك تقول له لا، ولا تعرف السبب ليش. كل ما تقدمت بالوقت كل ما لقيت انه فعلا في ناس من حولنا اسلوبهم جبار طبيعه ويقدرون يقنعونا بارائهم بسهوله، او ان ما نرفض لهم طلب بكل بساطه. هل هذا الشيء سر وحكر عليهم؟ تبي توصل للليفل هذا وتلقى القبول وين ما رحت؟ خليني اقول لك على 4 اسرار لو طبقتها باذن الله بيكون قبولك بين الناس شيء غير طبيعي ولا يمكن رفضه. بس قبل ما نبدا في كلمتين بخاطري ودي اني اقولها حقيقه، يعني بعد الله سبحانه وتعالى انتم الداعم الاول لاحمد. من اول حلقه نزلت في اليوتيوب في هذه القناه ما تتخيلون كميه الاشياء اللي عشناها سوا، ولذلك عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهده احب ان اعبر عن امتناني وشكري لكم ولكل من دعمني هذه الفتره كامله. هذا التطور والنجاح اللي وصلت له هو بفضل الله اولا ثم بفضلكم جميعا. لهذا السبب البسيط عندي طلب جدا صغير ولا اتوقع ابدا انكم بتردوا لي طلب. ابغاكم تكتبون في الكومنتات نحو المليونيه باذن الله، لان معكم راح اوصل للمليون مشترك وقريبا جدا، وهذا حلمي الجديد وبالاستمراريه راح نوصل باذن الله. مع الاستمراريه وبالسلاسل الجديده والحلقات الجديده ومع آرائكم المهمة بالنسبة لي دائما وأبدا قادرين أن نوصل بإذن اللي ما تنام عينه. والحين يا عزيزي المشاهد خلينا نبدأ. خلينا نتفق قبل شرح الأسرار الأربعة إن حنا حنتكلم عن المواضيع اللي فيها قبول ومحبة الناس لك، اللي تولد إمكانية قبول رأيك وإنك تسمع كلمة تم لطلباتك، وإنها بالعادة أفكار ممكن الناس فعلا تقتنع فيها. حنا هنا مو قاعدين نتكلم على أشياء قطعية غير منطقية تبغى الناس يقبلوها منك وما يقولوا لك لا، مثل لما تقول للشخص اترك دينك أو خلك عاقل والديك أو أيا كانت بهذه الطريقة المباشرة والسطحية. حنا أصلا شبه مستحيل أن نقبل طلب أو رأي بهذا الشكل. المقصد يعني اللي نبغى نقوله في هذه الحلقة إن في ناس رهيبين ونستغرب كيف ما نقدر نرفض لهم طلب. أكيد عندهم أدوات كيف وصلوا لهذه المرحلة من القبول العالي، وهذا الشيء وراء أسرار كثيرة. الآن ركز معي بالشيء اللي بقوله. 1. بسط لغتك وأسلوبك. أسوأ شيء ممكن يصير إن الشخص يصعب رسالته حتى لو كان محتواها ممتاز، لأن هذا يقتل القبول فيها. عبارة مرت علينا من زمان وحنا صغار واللي هي السهل الممتنع. بكل بساطة تمثل لك ايش المفترض انك تسويه في لغتك واسلوبك. وعلى طاري السهل الممتنع اول شيء جاء في بالي هو اسطورة كرة القدم ميسي. شايف كيف ميسي في بساطة حركته وخفتها واتقانه كيف يخلي مستحيل اثنين يختلفون عليه؟ هو حرفيا قاعد يلعب اصول اللعبة بطريقة سهلة. هذا انت لما تبسط لغتك واسلوبك. البعض يصعب اموره بالطرح والتواصل سواء بالكلام او بالرسائل او ما الى ذلك، حتى في الايميلات ومجال العمل. يعني البعض يعتقد ان هذا الامر جيد وهو قاعد يشرح، بينما الواقع انه صعبها اكثر وتلقى الرفض جاله من حيث لا يعلم. خلوني اعطيكم مثال على اداة تواصل يتم استخدامها بشكل مهول على مستوى العالم، الا وهي يا عزيزي الايميل. في دراسة لعام 2021 بيّنت الدراسة أن أكثر من 320 مليار إيميل يتم إرساله مش بشكل سنوي ولا أسبوعي، بشكل يومي. وعلى كمية هذه الإيميلات وزخم الإيميلات في مجال العمل متخيلين كيف أن بعض الرسائل ممكن تكون فعلا معقدة ولا توصل الغرض من الرسالة. كل ما بسطت ووصلت اللي أنت تبغاه كل ما كان أفضل. خير الكلام ما قل ودل. 2. أظهر ثقتك. الفكرة كلها في كيف انك تظهر ثقتك. انك تظهر الثقة بشكل عام بمختلف الشخصيات سواء كنت انترفيرت ولا اكسفيرت هو شيء بسيط ويتعود الواحد عليه. قد تكون الفكرة بكل بساطة عن كيف هي نبرة صوتك او كيف تتكلم في الاجتماعات والنقاشات. هل صوتك واضح بما فيه الكفاية؟ يعني ما شاركت الا على هالبارت. هل تسمح للبوزات في كلامك بمعنى ان كلامك رتيب وفي كل لحظة او موضع يتطلب انك تسكت عادي اسكت بعدين كمل الجملة اللي بعدها، ما يكون سردك طويل وتضيع الناس يعني. هل اختيارك للكلمات واضح وواثق او هي كلمات تدل على الشك او عدم اليقين في الرأي يا صديقي؟ هل لبسك ومظهرك يدعم موقفك؟ ما تشوف دائما حقين المبيعات وحقين السيلز دائما تلقاهم كاشخين ولابسين بدل ولابسين كرافتة ومضبطين وضعهم، وحتى محلات العطور تلقى لابس متأنق ومتضبط. ليش؟ هو كل اللي يبغى يوصل لك في عقلك اللاواعي ترى انا انسان محترف بروفيشنال ما راح اخدعك، ابغاك تقتنع في الشيء اللي انا قاعد اقدمه لك بكل بساطة. فهذه احد الاساليب اللي ممكن ما تكون انت مدركها مرة بس تأكد حتما انها تأثر في صناعة القرار للشخص المستمع.
دراسة تمت في جامعة كاليفورنيا أظهرت أن نجاح التواصل مع الآخرين يعتمد بنسبة 55% على لغة الجسد، وبنسبة 38% على نبرة الصوت، وفقط بنسبة 7% على الكلمات اللي تم اختيارها. فلذلك هذا السر كثير من الناس يجهلون. كل هذه الأشياء وغيرها من عوامل زرع الثقة ممكن تأثر على قبول الناس لأفكارك على مدار الوقت. رقم 3، شارك الناس اهتماماتهم. هذا الشيء يزيد من محبة الناس وقبول الناس لآرائك، لأنهم يعرفون أو يحسون بذكائك الاجتماعي والعاطفي اللي خلى مواضيعهم واهتماماتهم وقدراتهم محط نقاش وتفصيل في حواراتكم. ترى الناس سبحان الله تميل بشكل عام لربط تفاصيل ارتبطت فعليا باهتماماتهم، والتجارب من حياتنا كثير، فعلى قد ما يكون ارتباطك باهتمامات الناس على قد ما يقدرون لك هذا الشيء. صدقني تكون مكانتك عندهم أكبر، وبكذا يصعب أنهم يقولون لا لطلباتك، لأنك جعلت لهذا الشخص أهمية. وتدرون من أحلى وأجمل القصص في موضوع مشاركة الناس اهتماماتهم هي قصة النغير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ الصغير لأنس بن مالك كان عنده طير وسماه النغير. طبعا الطير مات وحزن هذا الأخ الصغير، فبعدها جاء الرسول بعد ما عرف أن الطير توفى وقال للولد الصغير: يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ هذا الموقف سبحان الله في قصص وعبر. فنداء الرسول صلى الله عليه وسلم بأبا العمير للولد الصغير فيه تكبير لهذا الولد، وهذا شيء عظيم. والشيء الثاني سأله عن أهم اهتماماته، فكان قريب منه وصنع رابط كبير بينه وبين الولد. لو حدث حولك موقف مشابه لهذه القصة لولد صغير أنت تعرفه وتعاملت معه بالمثل، لك أن تتصور كيف أن الولد راح يقعد يتذكرك إلى الأبد، وكيف أن لو طلبت منه أي شيء أو طلبت منه أي طلب مستحيل أنه يقول لك لا، لأن في باله موقف ارتبط بعواطفه عن شخصه. وبرضه على مستوى علاقاتنا اللي حولنا، كل ما قربنا من اهتمامات الناس كل ما كان الموضوع بالنسبة لنا أسهل في قبول طلباتنا. رقم 4 واللي هي أهم نقطة، جمل أسلوب طلبك. إن جينا للواقع يغلطون كثير منه وما يعرفون كيف يسألون الناس أو يعرضون طلب أو فكرة للآخرين. في البداية اللغة المهذبة والتواصل البصري إذا كان الموضوع فيس تو فيس. ومن أهم الأساليب اللي ممكن الشخص يستخدمه في موضوع زي كذا اللي هو أسلوب الساندويتش. ساندويتش أحمد شكله جوعان. لا أسلوب الساندويتش هو أسلوب باختصار لطرح فكرة معينة أو رأي يكون عميق أو دسم شوي، لكن قبل الفكرة وبعدها يتم وضع قليل من المحسنات والملطفات اللي تسهل على المتلقي تناول هذه الفكرة. فباختصار يصير زي فكرة الساندويتش، يعني نبدأ في البداية الخبز، كلام تسهيلي وبسيط، ثم الرسالة الأساسية واللي هي عبارة عن اللحم، وفي الأخير قطعة الخبز الثانية واللي هي برضو كلام تلطيفي آخر. وبكذا اكتمل الساندويتش اللي أنت تبغى تعطي فيه طلبك أو رأيك. طيب يا أحمد ليش هذه الطريقة؟ باختصار عشان يصير تقبل الموضوع أسهل وما يكون في صدمة. يعني في أمثلة كثير في هذا المجال، بس مثلا لو أنت تبغى تتسلف من شخص مثلا 100,000 ريال، لا تيجي تقول له يا طويل العمر أعطني 100,000 ريال مثلا، بينصدم وطبيعي بيقول لك لا. بس عطى في البداية مقدمات خفيفة واللي هي مثلا أنك تمدح صداقتك معه وتمدح مثلا الشخص هذا وكيف انه كريم، واللي انت مثلا انك تمر في ضيق مادي لفتره بسيطه، وبعدين تدخل على الجزء الرئيسي واللي هو انه لطفا اني احتاج مثلا سلف 100,000 ريال، وتقفل بعدين بشيء بسيط برضو وسلس اللي انه مثلا راح ارجع بفتره وجيزه وان هذا ظرف طارئ يعني. فلاحظ انت جزأت طلبك بطريقه بسيط ثقيل بسيط، بالتالي تقبل الشخص انه يسمع الطلب مو بانك تلخم على طول بطلبك القوي. واخيرا من جانب ديني وروحاني، سبحان الله أحيانا في أسرار بينك وبين الله هي اللي تصنع هذا الفرق في محبة الناس لك وبطريقة عجيبة. في قصة لأحد السلف إنه كان معروف أقل من غيره في الأعمال الصالحة، ولكن جميع من حوله يحبونه وبدون سبب ولا يرفضون له طلب. فسألوا الإمام مالك عنه فوضح لهم السبب، فيما معناه أن هذا الرجل له سر وعمل صالح بينه وبين الله، فقد يكون هذا السر هو سبب محبة الناس له. وبكذا خلصنا وعطيناكم 4 أسباب بين يدينكم الآن تقدرون تستخدمونها وتطلبون من الناس، وإن شاء الله أن الناس ما يقولوا لكم لا. طبعا في سر خامس خبيت عليكم طول الحلقة، لو ترجعون في بداية الحلقة وتذكرون الطلب اللي طلبته منكم اللي هو انكم تكتبوا لي في الكومنتات نحو المليونية يا احمد باذن الله. هذا الطلب في تجهيزي له استخدمت اسلوب الساندويتش. لو تلاحظ مدحتكم في البداية وحطيت الطلب اللي ابغاه ورجعت مدحتكم في النهاية، وطبعا انتم تستاهلون المدح، بس يعني هذه احد الاساليب اللي تستخدم برضو بحيث اني اسوي ربط بالشيء اللي قاعدين نقوله ويكون حقيقة وواقع مو بس كلام. فباذن الله نحو المليونية قول وفعل. شكرا لك على المتابعة ونراكم في حلقات ومقاطع قادمة بإذن الله. أشوفكم على خير.